24 News. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن ذا نلتقي لتقديم نشرة الأخبار من قناة نبراس التعليمية، ويصطحبني بها فريق مراسل الصف الأول المتوسط، ونفرد مساحة في أول محطاتنا لما يمر به الشعب الفلسطيني من غزو غاشم تقوم به عناصر الاحتلال الصهيوني. وفي هذا السياق تنضم إلينا الأخت ربى مهنا مراسلة قناة نبراس الإسلامية نيابة عن المعلمات القديرات أستاذة أنيسة والأستاذ أميه حسن. مرحبا بك. لا شك أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم غيور على دينه، ومن أمام هيئة كبار علماء المسلمين حيث أدلوا بالبيان الختمي والداعي لوجوب نصرة الشعب الفلسطيني باستدلال من الكتاب والسنة، فقال رسولنا: من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. كانت معكم ربى مهنا، قناة نبرس الإسلامية. يوافق اليوم ذكرى تأديم رحيل الشاعر الفلسطيني سميح القاسم الذي ولد سنة 1929. وإليكم الآن تقرير أعدته الزميلة أمل الخاتم مراسلة قناة نبراس العربية نيابة عن الأستاذ القدير علي سليمان. شكرا بهاء. رغم ما يمر به الشعب الفلسطيني من أزمات، إلا أنه لم ينسى ذكرى رحيل شاعرهم المقدام سميح القاسم، فلقد أنشدوا قصائده الحماسية مثل قصيدة سأقاوم، وإليكم جزء من أبياتها بلسان الشاعر. كانت معكم أمل الخاتم، قناة نبرس العربية. لكن لن أساوم، وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم وأقاوم وأقاوم. من ناحية أخرى، ومع بشريات استئناف العملية الدراسية بالسودان، فقد أطلقت مدارس نبراس مبادرة تطوعية لتقوية طلاب امتحانات الشهادة. ومن موقع الحدث يطل علينا زميل محمد أبو عبيدة مراسل قناة نبراس الرياضية، نيابة عن المعلمة الرائعة رندة بشير. مرحبا بهام. كما ذكرت بمقدمتك، فإن مبادرة نبراس التطوعية اعتمدت على تقنيات الإلكترونية لتبسيط دروس الرياضيات للطلاب، وذلك من خلال بث أفلام تعليمية وأوراق عمل تفاعلية أثناء حصص التقوية للطلاب. كان معكم محمد أبو عبيدة، قناة نبراس للرياضيات. 24 News. لا يخفى علينا أن العلوم بحر واسع لا حدود له، فالعلم هو أساس تقدم الأمم. ومن هنا تطل عليكم الزميلة المغفور لها بإذن الله أماني أسامة مراسلة قناة نبراس العلمية نيابة عن الأستاذة الطموحة معارف سليمان. اكتشف العلماء حديثا تآكلا بطبقات الأوزون في القطب الجنوبي، وأطلقوا على هذه الظاهرة ثقب الأوزون، بسبب تصاعد مركبات الكلوروفلوروكربون والذي يتفاعل مع غاز الأوزون، حيث تكمن أهمية تلك الطبقة في حماية الإنسان والحيوان من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس. وقد توصل العلماء بأنه بحلول عام 2030 ستتعافى هذه الطبقة بالنصف الشمالي، وفي عام 2060 ستتعافى الجهة الجنوبية من الكرة الأرضية تماما. كانت معكم أماني أسامة، قناة نبراس العلمية. ونظرا لأهمية الوقت في تنظيم كل مناحي الحياة، فندعوكم لمشاهدة التقرير التالي والخاص بمعرفة التسلسل التصنيفي للساعات منذ القدم وحتى الآن، نيابة عن الأستاذة المثابرة ندم حسن. Hi friends, as we know, people started to use clocks since 400 years ago. So, the main types of clocks: 1. Analog clocks. 2. Digital clocks. 3. Alarm clocks. Dear friends, from ancient times until now, the watch industry has a major development, such as the oldest clock is sundial clock, water clock, hourglass, then mechanical clock, and hand watch. But the newly atomic clock, it's more accurate clock. Thank you. Nibraz English Channel. أعزائي المشاهدين، فمن منطلق زيادة المعرفة التاريخية للمعالم والبلدان وتكثيف المحصلة التضاريسية لقارتنا السمراء، فنحول المايك للزميلة تبيان إلياس مراسلة قناة نبراس التاريخية، نيابة عن الأستاذة الرائعة عرفة أحمد.
شكرا بهاء. من المتعارف عليه أن هنالك علاقة وطيدة بين تاريخ وجغرافيا قارات العالم، واليوم سنستعرض أبرز وأحدث الأخبار التي سوف تؤثر بالمستقبل التضاريسي للقارة الإفريقية خلال التقرير التالي. كانت معكم تبيان إلياس، قناة نبراس الجغرافية. هنا في شرق القارة الأفريقية توجد مجموعة من الصدوع ممتدة على آلاف الكيلومترات، بدأ تشكلها منذ 25 مليون سنة. هذا الصدع تسبب في قسم القارة الأفريقية إلى نصفين. هذا الانقسام سينتج عنه ظهور محيط جديد مستقبلا، وتحويل شرق قارة أفريقيا إلى جزيرة في المحيط الهندي تتكون من أجزاء من أثيوبيا والصومال بما في ذلك القرن الأفريقي. سادتي، إن تطور الأمم لا يتم إلا بمواكبة التكنولوجيا، فهي كفيلة برفعة الشعوب. والآن ننتقل للزميلة فاطمة أحمد مراسلة قناة نبراس التكنولوجية نيابة عن الأستاذ المخضرم دكتور العوض. غالبا ما نسمع سويا عن فيروسات الحاسب الآلي، حيث تناولته عمان الرقمية باستفاضة خلال تقريرها التالي. كانت معكم فاطمة أحمد، قناة نبراس التكنولوجية. الفيروسات. فيروسات الحاسب الآلي هي برامج صغيرة صممت لتنتشر من حاسب آلي إلى آخر ولتتدخل في عمل هذه الحواسيب. بناء على طبيعته، يمكن للفيروس أن يدمر أو يمسح بيانات من حاسوبك، أو أن يستخدم بريدك الإلكتروني لينتقل إلى حواسيب أخرى، أو أن يمحو كل شيء على القرص الصلب. هناك صنفان من فيروسات الحاسب الآلي: الفيروس التقليدي، فيروس الماكرو. من المهم جدا تنصيب مضاد فيروسات بحيث تنتقل الفيروسات إلى نظامك عبر مرفقات البريد الإلكتروني، وسائط التخزين الخارجية، تنزيلات الإنترنت. وفي محطتنا الأخيرة نجد أن الإنتاج الفني يعتبر نافذة إلهام لكل إنسان فنان أو متذوق للفن، ونشير هنا بالتحية للأستاذة الفنانة فاطمة عبد الكريم. والآن ندعوكم لمشاهدة هذا الفن السينمائي على كفة اليد. وبذلك أعزائي نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا لهذا اليوم، والتي رافقنا فيها بالإشراف العام الأستاذة علياء الشيخ مديرة القناة، وفي الإخراج الأخ شيخ الدين صلاح. غدا بمشيئة الله لنا لقاء متجدد مع نشرة إخبارية جديدة، ولحين الملتقى في أمان الله. كان معكم محرر النشرة بهاء الدين صلاح، قناة نبراس التعليمية.